السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا نورا الفيومي، وده اول فيديو انا اعمله. ان شاء الله يكون عندكم كل جديد اعمله باذن الله، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بس بتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده دي اول وصفه انا هعملها معاكم ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم فطير، الفطير الشرقي تحفه وباقل يعني الامكانيات وابسط المكونات عندنا في البيت ان شاء الله باذن الله. يلا نقول مع بعض المكونات. هنا معايا كيلو دقيق، كيلو من الدقيق، وكوبايتين كبار من السمنه، ومعلقه ملح كبيره، وكوبايه قشطه صغيره، ومعلقه سكر صغيره، وهنا طبعا ميه دافيه للعجن. تمام. وللتزيين وللتقديم بقى ان شاء الله، يعني طبعا الفطير بيتاكل على حسب الرغبه يعني، بس هو الاساسي يعني الفلاحي الشرقي الحلو ده. ده مش، وعلى فكره ده عمال ايديا، وجبنه بيضه، وعسل اسود، وده عسل ابيض. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه. ابعد بس الحاجات اللي انا مش هستخدمها دلوقتي. تمام. والقشطه برضو مش هستخدمها دلوقتي. ولا السمنه. احنا دلوقتي هنستخدم 4 مكونات دول: الدقيق والملح والسكر والميه الدافيه. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاج للكيلو دقيق مثلا. بصوا، هو الدقيق معلومه هقولها، مش كل الدقيق اللي بياخد كميه ميه زي التاني. يعني في دقيق بياخد كميه ميه كبيره، وفي دقيق ما بياخدش كميه ميه كتير. يعني في دقيق بيشرب وفي دقيق لا. تمام. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد الميه ملهاش اي مقدار في اي شيء يا جماعه، خصوصا المعجنات والمخبوزات كلها. فاحنا هناخد شويه ميه وهنعجن الفطير، ونشوف لو العجينه محتاجه ميه تانية هنحط. لو خلاص شايفينها ان هي طريه، برضه انا معاكم خطوه بخطوه، هيبقى كده خلاص مش محتاجين حاجه تاني. والفطير اسهل مما يمكن يا جماعه والله، واسهل يعني في ميزه. هو عجينه الفطير زيها زي عجينه الرق بالظبط، ما بيتحطلهاش غير دقيق وملح وميه دافيه. السكر ده اختياري، يعني يا تحطيه ما تحطوش، ملهوش اي ضرر لو ما اتحطش وكده. بس انا بحب احط السكر مع اي مخبوزات، بيديها بيظبط الدنيا معايا. تمام. يلا مع بعض نشوف. انا هنا هحط شويه ميه، يعني كوبايه كبيره مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. طيب عشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني هروح اعمل العجينه، بس هي محتاجه شويه ميه كمان. برضه هحط الميه قدامكم عشان تبقوا عارفين. معلش انا بشتغل بايد واحده لاني الموبايل ماسكاه بالايد التانية. هحط الملح ومعلقه السكر، وهحط شويه الميه اللي انا محتاجاهم، وهعجن تاني. خليني بس ايه، يعني دقيقه واحده وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا، انا هنا لقيت العجينه اتطرت مني شويه، الميه جت كتير شويه. بصوا بتلزق وانا مش عايزاها تلزق كده. ممكن احط لها شويه دقيق، رشه دقيق بسيطه كده هتظبط الدنيا معايا. تمام. وهلمها برضو.
انا هلم العجينه عشان ما اطولش عليكم الفيديو وهرجع لكم تاني. هنا ما شاء الله العجينه بصوا يا جماعه بقت حته واحده وجميله جدا ازاي، مبقتش ملصقه بالايد خالص ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، مش بتلزق في ايدي خالص اهي خالص. فاحنا ايه بس لازم نعجنها شويه كمان. هنجيب الصينيه بتاعتي دي احط عليها نقطه واحده بس زيت، تمام. واجيب العجينه بتاعتي ده كده كتر العجين يا جماعه في المخبوزات حلو قوي، يعني لازم نعجن كويس جدا، مش بس في الوعاء اللي احنا بنعمل فيه، لا لازم كده نحطها على الرخامه بتاعتنا، الرخامه تكون نظيفه طبعا، وايه ونعجنها عجنه كويسه كده. العجنه دي بتديكي نتيجه ممتازه في كل حاجه، بيتزا بقى، فطير، رقاق، كل شيء. معلش مش هطول عليكم الفيديو، هعجنها شويه وهرجع لكم كمان. انا هنا خلصت العجينه بتاعتي ما شاء الله زي الفل. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي جميله جدا. هسيبها بس ترتاح بالظبط 10 دقايق. تمام. وهغطيها بفوطه نظيفه علشان بس ما تنشفش مني. هنا العجينه بعد ما ارتاحت 10 دقايق، ودي الصينيه هدهنها فرشه زيت، تمام. وهقطع العجينه بتاعتي كور صغيره. هي ما شاء الله زي الملبن. عايزه كور صغيره. كيلو دقيق ده يا جماعه هيطلع منه حوالي، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني 30 كوره. هطلع منه 30 كوره، تمام. كيلو دقيق هعمله فطيرتين طبعا، الكيلو دقيق بيعمل فطيرتين، كل فطيره هتاخد 15 كوره، تمام. هعمل بالحجم ده. انا هروح اكور العجينه كده، يعني هقطعها حتت، سوري انا بتكلم معلش يا جماعه اللي هو العادي، يعني كاني بكلم نفسي، يعني مش على اني بقول هكور العجينه يعني. هخلص العجينه ديت وهقطعها حتت صغننه كده وبعدين هرجع لكم تاني. هنا حبايبي انا قطعت العجينه بتاعت الفطير، وبالظبط الكيلو زي ما قلت لكم عمل بالظبط 30 كوره، يعني حتى الكوره الصغننه دي اخر واحده فاضت، تمام. الكيلو دي بيعمل فطيرتين يا جماعه، فطيرتين بس فطيرتين كبار حلوين جدا يعني، وبيكون سمكها حلو قوي. خلينا بقى نفرد اول واحده مع بعض. اول واحده بططناها علشان على ما نرجع ناخد اخر واحده يكون ايه اخر حاجه احنا قطعناها ارتاحت شويه، فاحنا هناخد اول واحده قطعناها، تمام. الصينيه بتاعتي اللي انا هفرد عليها. هنا هحتاج السمنه بقى، تمام. هغطي برضو العجينه بتاعتي عشان ما تنشفش. انا هنا يا جماعه قطعت العجينه بتاعتي اهي وغطيتها بالاسترتش عشان بس ايه الوش بتاعها ما ينشفش. وهاخد اول واحده انا عملتها، بس قبل ما اخدها احط هنا نقطه زيت. طبعا بقى ايه انا هشتغل بايدي ادهن الصينيه كده. اخد اول واحده انا كورتها، اغطي كده.
دي سمنه بلدي يا جماعه، بس ايه لازم حطيت معاها كوبايه زيت. تمام. باخد منها شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المردانه بتاعتي موجوده، بس افضل افرد بايدي احسن. لا بايدي هيبقى افضل، انا برتاح اعمل بايديا بصراحه. العجينه اتقطعت ما اتقطعتش مش مشكله خالص، كل ده ولا هيبان. يعني العجينه لو اتخرمت واتقطعت كده ما تتضايقيش وما تقوليش لا ده باظت والكلام ده، مفيش فيها اي مشاكل، لانها هتبقى طبقات وكل ده هيتضرب مع بعضي. تمام. هجيب الصينيه بتاعتي. ادينا صينيه كده. تمام. انا هوريكم بس قدامكم اول واحده افردها وهحطها ازاي في الصينيه. انا خدتها اهو، هحطها كده في الصينيه زي ما احنا شايفين. تمام. امشي بالخطوات دي بقى. هفرد وهحط 15 ايه واحده من اللي انا قطعتهم قطع صغيره دول. تمام. اتقطعت ما اتقطعتش ما تقلقيش خالص خالص، كل ده هيتداوم وهنشوفه في الاخر مع بعض. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هعمل اللي انا بقول عليه دوت وهخلص وهرجع لكم تاني. تمام. بصوا هنا انا حطيت فردت الكور بتاعت الفطير رقت اهي عشان بس يبقى واضح قدامكم. تمام. بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو وانا بشتغل. هنعمل بقى خطوه مهمه جدا. طبعا احنا كنت بقول لكم لو في قطع او اي حاجه ما نقلقش خالص، لان كل ده هيتداوى بعض، هيتداوى وهيتدرى خالص مش هيبقى باين. فازاي هنداري الموضوع ده؟ طبعا في حركه هنعملها كده، هندخل قلب احراف الفطير دي لتحت كده. تمام كده. زي ما احنا ما شايفين كده. كده ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. بس قبل ما افردها في الصينيه بتاعتي هسيبها ترتاح 5 دقايق كده و10 دقايق، عشان لما تتفرد معايا في الصينيه تتفرد بسهوله ما تلمش مني. تمام. هكمل معاكم الصينيه التانيه. بس بغطي بالاسترتش كده عشان ما تنشفش، وهاخد شويه سمنه كده. بالايد بتبقى اسهل جدا. الفطير ده تحفه ومش مكلف خالص يا جماعه ولا اي حاجه، وما شاء الله ومقاديره كلها موجوده عندنا في كل البيوت. دي الصينيه بتاعتي التانيه. برضه هديها فرشه سمنه او زيت كده. تمام. وهاخد الفطيره بتاعتي. الفطير لازم اقول لكم برده في معلومه مهمه قوي، لما نفرد العجينه لازم تبقى شفافه زي ما احنا شايفين كده. بصوا صوابعي باينه في العجينه ازاي، في الرق بتاع الفطير ازاي، لازم يبقى شفاف كده بالمنظر ده. واتقطعت ما اتقطعتش ما نقلقش خالص يا جماعه، زي ما قلت لكم كل ده هيتدارى. هاخد الفطيره بتاعتي هفردها في الصينيه. هعمل معاكم واحده كمان.
انا هكمل زي ما اوريكم واحده واتنين اهو. هكمل برضو بنفس اللي انا عملته دوت، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهرجع لكم تاني. وحشتوني. قلت اما اتكلم معاكم شويه وبعدين ارجع اكمل تاني. الفطير اسهل مما يمكن يا جماعه والله، حتى يعني عايزه اقول لكم اسهل من الطبيخ، اسهل من اي حاجه، اسهل من النجريسكو والمحاشي وكل حاجه. في ساعه بالظبط عملت الفطير، ومكوناته كيلو دقيق ومعلقه ملح وشويه ميه، ما فيهوش اي افتكاسات يعني، متوفره في كل البيوت. وطبعا السمنه موجوده عندنا في كل البيوت. وحتى لو انت يعني لو مثلا حبيتي تاكلي فطير في اي وقت ومش قادره تنزلي، او محتاره في الغدا ايه النهارده، ومستصعبه ان انت تطلبي مثلا اوردر ديليفري او اي حاجه، طبعا عمر الدليفري او الفطير من اي حته ما هيكون زي ما هتعمليه في البيت طبعا يعني. ده معمول بسمنه بلدي ونفسك كمان، وانت بتعملي الحاجه بحب كده لبيتك ولولادك، دي حاجه تانية. دي بتطلع اصلا الاكل معاكي حلو. يعني ان احنا نعمل اي اكل بحب كده والله العظيم النتيجه بتبقى ممتازه، الاكل بيطلع ملوش حل. وبالذات لما نكون بنعمل الاكل وحابين ندوقه لكل اللي حوالينا، والله العظيم. ف ما نستكثفش كده وما نستصعبش حاجه، كل حاجه سهله ما دام احنا بنسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا محمد كده، هنلاقي كل حاجه سهله. انا من زمان وانا بحب المطبخ، بعشق المطبخ والاكل اصلا، الحلويات يعني فليا في الموضوع ده من زمان يعني. زي ماما الله يرحمها، مامتي كانت كده بالظبط، انا واخده كل حاجه منها. حتى هي اللي حببتنا في الاكل، وازاي تعملي اكله حلوه، وازاي تطلعي الاكل حلوه ومظبوطه وتسعدي اللي حواليكي. الله يرحمها يا رب. مش هطول عليكم برضه تاني عشان ما تقولوش دي رغايه او طولت في الفيديو قوي. هكمل برضه الاربعه اللي فاضلين دول وهرجع لكم تاني. انا هنا جيت اهو، دي تاني صينيه عملتها، هنعمل فيها برضو زي ما عملنا في الاولانيه دي. هندخل كل الاطراف دي جوه كده، اللي تحت العجينه مش لفوق طبعا. ولا نقلق من اي حاجه، ولا نقول ده اتقطعت ده باظت، كل حاجه بتتعالج وكل حاجه ليها علاج يا جماعه. دي برضو هسيبها ترتاح 5 دقايق كده. هاجي للي انا عملتها الاول دي. بص انا عاوزه اقول لكم على حاجه، انا عامله فطيرتين وهسويها بطريقتين. اول حاجه هسوي على الصينيه يعني واحده على البوتاجاز من فوق، تاني حاجه هسوي واحده في الفرن. الاتنين تسويه، في الاتنين نتيجه ممتازه حلوه جدا، مستويه وهشه ومورقه وتحفه ملوش حل. تمام. بس انا عشان ايه يعني، انت قدامك طريقتين تعملي باللي انت عاوزاه. في ناس مش عندها مثلا فرن، في ناس بتفضل تسويه البوتاجاز من فوق، يعني الاتنين نتيجه ممتازه. تيجي بقى نبطط اللي احنا سيبناها ترتاح شويه دي. بصوا عاوزه اقول لكم على حاجه، وانا بفرد العجينه كده، بصوا في هوا، في فقاقيع اهي، لو واخدين بالكم منها اهي. فمادام العجينه تبقى كده وانت بتفرزيها، اعرفي ان هي ما شاء الله مورقه وفيها هوا كده في الرئات من جوه، فده يخليها ايه، تبقى مورقه كده وجميله ومش مش مكتومه. دي معلومه مهمه قوي تخليكي ان شاء الله تبقي يعني واثقه كده ان هي تطلع ممتازه والنتيجه مظبوطه. تمام. اتفردت معايا بسهوله جدا اهي. ليه ما لمتش مني؟ عشان انا سبتها ترتاح شويه. كل ما تسيبي الحاجه ترتاح من 5 ل 10 دقائق تبقى حلوه جدا معاكي. هنعمل خطوه هنا بقى مهمه قوي، هنسيب دي بس ترتاح شويه وبعدين هجيبها تاني. هنا بقى هحتاج القشطه بتاعتي. هاخد شويه سمنه على الوش كده. السمنه دي يا جماعه سايحه بارده مش سخنه، سايحه بارده، وطبعا عليها شويه زيت، زيت من نضيف، عشان ما تحسيش باي طعم زيت مثلا مش كويس في الاكل وكده. لازم المخبوزات والمعجنات دي تتعمل بزيت حلو.
وهاخد مثلا حبه من القشطه زي ما احنا ما شايفين كده، هدهن بيهم الوش مع السمنه زي ما احنا ما شايفين كده. هنا انا خلصت الفطيره بتاعتي ان شاء الله، ربنا يحسن ختامها كده. حاجه زي الفل، ريحه زي الفل، ريحه السمنه والقشطه والجو الفلاحي ده تحفه يا جماعه زي ما احنا ما شايفين. فهحط ديت في الفرن برضو، هحطها معاكم دلوقتي، وهحط التانية على البوتاجاز من فوق، بس هعمل التانية وهرجع لكم تاني. هنا حبايبي الفطيرة اهو، عملت الصينيتين ودهنت دي برضو قشطة من على الوش وحبة سمنة. ففي واحدة هحطها في الفرن والتانية هحطها على البوتاجاز اهو زي ما احنا شايفين. تمام. هخلي النار هادية مش عالية قوي، ودي هحطها في الفرن معايا في الرف اللي في النص. هشوفها بعد حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. وطبعا هنا الصينية اللي على البوتاجاز هلفها طول ما انا واقفة، طول ما انا واقفة كده لحد ما تستوي مني خالص. وهرفع من هنا بالحرف بالراحة كده، هلاقي الحرف من هنا من تحت يعني قعر الفطيرة من تحت احمر، هروح قلبها بالشقرف بتاعي. تمام. فانا ايه، هفضل الف في الصينية كده لحد تمام. عشان ما اطولش عليكم الفيديو هرجع لكم تاني اول ما ما احس ان هم خلاص هطفي عليهم النار او استووا. رجعت لكم تاني وانا لسه الفطيره اللي على البوتاجاز من فوق بتستوي زي ما احنا ما شايفين كده. بصوا حتى هي بتتنفخ ازاي لو واخدين بالكم. تعالوا نشوف اللي في الفرن. بسم الله ما شاء الله، شايفين بتتنفخ معانا وزي الفل ازاي. بصوا الفطيره دي انا قلبتها وبعدين رجعتها تاني. كده خلاص ما شاء الله. هطفي عليها زي الفل. طلع اللي في الفرن برضو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في المنظر التحفة ده؟ بصوا شكل الفطير عامل ازاي. بصراحة حاجة في منتهى الجمال. الحمد لله الصينية كانت هتقع عليا. حاجة في منتهى الجمال الحمد لله. احنا هنا عملنا الفطير مع بعض النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا ما شايفين شكله تحفة يا جماعة، الاتنين اروع من بعض. تانية اهي، بصوا الفطير ما شاء الله مورق وجميل ما شاء الله زي الفل زي الفل. سخن بس شوية. تعالوا نقدمه مع بعض. ايه رأيكم؟ بصوا تحفة، الشكل تحفة. تعالوا بقى نقدمه مع بعض. المقص ده طبعا مقص نضيف بتاع الاكل وبس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. واو سخن جدا. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ بصوا الجمال. بصوا مورق ازاي، رقات تحفة تحفة. برضه هشوف التانية، الاتنين مستويين يعني مسوياهم، الطريقتين ممتازين والنتيجة ممتازة. بس اللي على البوتاجاز بنقلب الصينية الفطيرة وبعدين بنرجعها تاني عشان الوش هو اللي بيبقى شكله ألطف من قعر الفطيرة شوية. مش عارفة اتحكم فيه عشان سخن على ايدي، معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك.
بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، شايفين تحت زي فوق، من جوه ما شاء الله مستوي ومورق وزي الفل. شايفين؟ بصوا الدخان والسخونيه، نار نار. هقدمه وارجع لكم تاني. ادي الفطير يا جماعه اللي احنا عملناه مع بعض خطوه بخطوه، وسويناه مع بعض وشفنا الطريقه والمقادير ابسط مما يمكن. هقول المقادير تاني مع بعض. هي كيلو دقيق ومعلقه ملح كبيره ونص معلقه سكر، كوبايتين ميه دافيه كبار، كوبايتين سمنه كبار، سمنه بلدي ممكن تعمليه بسمنه عاديه اللي موجود قدامك، وكوبايتين سمنه احط عليهم نص كوبايه زيت. طبعا بنعجن العجينه زي ما شفنا، والخطوات واحده واحده واضحه قدامكم في الفيديو، وبرضو هتلاقوا الوصفه والمقادير بالظبط في صندوق الوصف. ارجو الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قدمنا الفطيره اهو مع بعض، جنب جبنه طبعا وجنب مش، والمش ده عمايل ايدي على فكره، جنب عسل، وده عسل ابيض. في عندي حاجه بقى تكه كده، طبعا العسل الابيض يحب القشطه جدا، وانا فايض عندي معلقتين قشطه، ممكن نعمل كده. ايه رايكم؟ حاجه تحفه بجد بجد. ميرسي جدا، ويا رب يكون اكلي عجبكم واكون عند حسن ظنكم، ويا رب اقدر اعمل كل حاجه انتوا عاوزينها، واي وصفه انتوا عاوزينها اكتبوها لي في التعليقات. وشكرا لمتابعتكم جدا، ويا رب اكون مش تقيل على قلبكم خالص، بس مش عايزه غير دعواتكم. شكرا جدا، سلام عليكم.